الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى كان من العلماء العاملين. كان رضي الله عنه محبا للصالحين ومحبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. والصالحون لهم مع ربهم أحوال وأسرار. ومن المواقف التي حدثت في حياة الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أبكاه من الفرح. وقبل أن نتعرف على هذه الرؤيا، رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، الشيخ الشعراوي كان كلما ذهب وسافر إلى السعودية حرص على زيارة المسجد النبوي. وفي مرة من المرات أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بسحب البعثة الأزهرية التي كان الشيخ رحمه الله تعالى يترأسها، فحزن الشيخ الشعراوي حزنا شديدا لأنه لم يتمكن من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم وعلى إثر ذلك القرار قرر الشيخ الشعراوي قبل أن يغادر السعودية أن يؤدي زيارة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسافر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ليقف في المواجهة الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا، ثم صلى ركعتين وجلس في الروضة الشريفة، فأخذته سنة من النوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا وهو يربط على كتفه ويقول له: لا تحزن يا شعراوي، فإن لنا بابا بمصر وهو الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعند ذلك قام الشيخ من نومه سعيدا وظل يردد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرر بعد عودته إلى مصر زيارة مسجد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالفعل عندما وصل إلى باب المسجد، إحداهما في الدور الثاني والثانية خصصها لطهي الإطعام الموجه لسبيل الله. رضي الله عن الشيخ الشعراوي، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.